اتمنى يا كابتن سيف ان ماده الزمالك تدرس في المدارس الاجيال الجايه تتعلم ماده الزمالك، وماده دسمه جدا لازم الناس تتعلم منها فنون المنافسه الشريفه والرياضه الحقيقيه. لاعبي الزمالك المصري نشروا صورا لهم اثناء جلسات ازاله الشعر بالليزر في احد المراكز المتخصصه قبيل ساعات من مباراتهم مع نادي بيراميدز. اللي حصل ده بجد ولا بيعملوا ايه جوه؟ كانوا بيلعبوا ماتش. وانا ساذج يلا. اصلهم كانوا بيلعبوا ملطي. وعمرو اديب كان ابرز المنتقدين. لما تضم ديت للمشكله اللي حصلت الاسبوع اللي فات بتاعه المنشطات او الحشيش. فتوح وعبد الله معروضين للبيع، ما عندهمش كورونا. فتوح وعبد الله جمعه ما عندهمش كورونا، في مخدرات في جسمهم. الله، يعني سايب شغله ومتفرغ للمخدرات؟ كنت ايه ده؟ مخدرات ده يا راجل. عرفت بقى؟ وهعرضهم انا بكره. انا اللي هعرضهم على منشطات اللي هربوا منها، هم اعترفوا انهم واخدين مخدرات. حد يعمل في المدرسه كده؟ المدرسه اتبهدلها البهدله دي ليه يا ولا كده يا ولا؟ وده اللي قلت لهم امبارح ما كانش عاجبهم كلامي. خلي بالك، نسوان ومخدرات. انت واحده واحده انت واحده دول موقوفين لاجل غير مسمى معروضين للبيع، وبكره الدكتور محمد هياخدهم يحلل لهم. لا كورونا ولا خرا. اسكت، مش نتيجة عينة المنشطات طلعت؟ طب ايه؟ مبروك. مبروك ايه؟ انت حامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مشاهدي قناة المايسترو. حلقتنا النهاردة هي الجزء الثاني من حلقات أغرب نادي في العالم. حلقتنا النهاردة تحت عنوان مدرسة الأوهام. الكرة دي اللي هتوديك في داهية وتلحس دماغك يا راجل. اتعلم، ده العلم أهم حاجة في الدنيا. نادي الزمالك أغرب نادي في العالم لأنه ممكن يحتفل بأي حاجة وفي أي وقت، واحتفالاته وبطولاته ملهاش علاقة بالفيفا ولا الاتحاد الإفريقي ولا الاتحاد المصري. أنا اللي بشتغل نفسي، محدش بيشتغلني. كويس، اهي البلد ما فيهاش شغل، كويس ان انت لاقي شغل، اهم حاجه. نادي الزمالك هو أول نادي يتوج نفسه بطل القرن وبمزاجه. يوم 9/7 هو عيد كل الزملكاوية والاحتفال بيوم نادي القرن. انت ازاي بتقدر تصنع الحشيش المحلي بالجوده العاليه دي؟ يوم 9/7 والاحتفال بيوم نادي القرن. الاحلام كتير لكن الواقع مختلف. بالعكس، الناس كلها من حقها ان يبقى ليها تطلعات، لكن يعني اللي افهمه اذا عشقت اعشق قمر، لكن تخطف قرن. المهم، بما انك انت عندك داء السرقه، فالعبد لله عنده داء التعذيب. انا لسه جاي منتشي كنت في نادي الزمالك طول النهار النهارده، وسايب النادي الساعه 10 واحتفالات صاخبه لاعضاء نادي القرن، حاجه جميله جدا. ما تصورش ناس فرحانين قد ايه هناك، وكان في فعلا العاب ناريه بتطلق، وكان في ليزر كان بيسلط على سور نادي الزمالك ومكتوب عليه نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي. ده انت مسخره. والاعضاء كلها يمكن كانت بتصور، وكان في ناس بتعمل بث مباشر، يعني بيعملوا على لايف على الموبايل يعني مشيرين هذه الاحتفالات الجميله. زائد كمان ان انا شفت برضك في الشوارع في بعض جماهير الزمالك متواجده وبتحتفل، مقتنعه خلاص، يا مقتنعه ان الزمالك هو نادي القرن الحقيقي، وبيحتفلوا، وان شاء الله تبقى احتفاليه سنويه دي. قول حاحه. انت شارب حاجه؟ شارب كوكتيل. يعني سبرتو على كونياك على بيره، مظبط نفسك يعني؟ لا، ده كوكتيل فواكه. نادي الزمالك هو أول نادي في العالم ما يحتفلش بكاس ولا بدوري، ولكنه احتفل بيافطة. مش معوجه شويه ولا؟ فوجئنا من شويه بالمشهد كده. مفيش يافط. ازاله لافتات نادي القرن الحقيقي من سور نادي الزمالك. يا حسن السودة يا نابا. يا حسن السودة يا نابا. لو سمحتوا ما تنسونيش باللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان الفيديو ده يوصل لكل الناس والعالم كله يعرف أغرب نادي في العالم اللي عايش معانا في مصر. يلا بينا.
نادي الزمالك هو أول نادي رياضي في العالم بيسجل نفسه في وزارة التموين المصرية. انا بأمرك تشيل يافطتك بقى بالمفاجأة دي. انا اللي بأمرك تشيل يافطة بتاعتك بالورقة الصغيرة دي، المفاجأة دي. محمود بتاع القانون مرتضى منصور بيأمرك انت واللي معاك زيلوا جميع اللافتات اللي مكتوب عليها النادي الاهلي والنادي القرن. الله يرحمك يا زلطه. اخر رصاصه ضربها ما طلعتش من الماسوره، ردت فيه وجت في صدره قتلته. اتفاجئت بقى يا محمود؟ بعلمك القانون وبعلمك انك تتعامل مع اسد. يمي خاف يا عيد. يمي. انا نادي القرن في كرة القدم وعلامتي مسجلة يا محمود يا خطيب يا بتاع الملكية الفكرية. اهي. ايه رأيك بقى في المفاجأة دي؟ انا اللي مسجل علامتي. انا عندي شعرة ساعة تروح والساعة تيجي. دكتور الحقني انا مش مجنون صدقني. ولانه عايش في الوهم وبيحتفل باي حاجه، فنادي الزمالك لحد النهارده بيحتفل ان هو اول نادي مصري يصل الى كاس العالم للانديه. انا مش شايف حد هنا. مش عايزك تروح مني يا حبيبي. مش في حد هنا ماما؟ مفيش غيرك. مفيش حد هنا. ولو سالت اي واحد من الزملكاويه يا ترى الزمالك وصل لكاس العالم للانديه اي سنه، كل واحد هيجاوب اجابه مختلفه. حياتي بيتي كرم زبادي شالوا وحطوا. ايه ده الزبادي اتدلع على الاجابات كلها. انا اتقفلت منكم كلكم. نبطل بقى النغمه اللي يقول لك ايه اصل الزمالك المحلي والزمالك الافريقي والكلام اللي على السوشيال ميديا الكلام الفاضي. كلام فاضي ده. الرئيس انا عايز اقول لك احنا اول نادي وصل لكاس العالم للانديه. نعم. اول نادي في تاريخ الكره المصريه. الجيل بتاعنا انا وحماده لما خدنا بطوله افريقيا سنه كام يا حماده؟ 86 تقريبا ولا كام؟ 86. كنا رايحين اليابان او الامارات مش فاكر. ما ترسلوش يا مصطفى هو بقى حلو خلاص. لما خدنا بطوله افريقيا مش عارف 84 او 86 البطوله اتلغت للاسف الشديد. حقوق الرعايه والكلام ده كان فيه مشاكل واحنا اول ناس واخدينها. بعديها نادي الاهلي راح بعدينا. نعم انها المخدرات. انت صرحت وقلت ان انت رحت كاس العالم. لا دي كانت خطا في برنامج كان الساعه 2 بالليل ونمت يا عم من المذيع. صحيح ده اللي هيودينا في داهيه. انا كمان عندي فكره تانية انا اللي فكرت فيها برضو. هي بص هي كانت 2000 و2002. 2000 اتعملت فعلا القرعه. انا كنت في جهاز كابرال. طيب 2002 انا معاك. ما كنتش مع اوتوفيستر. فاهمني. 2000 دي ما كنتش موجود لكن 2002 انا كنت موجود. انا دوما استوب. محدش يزود الا انا. بعد اللي حصل عام 2003 وافلاس الشركه السويسريه المنظمه لكاس العالم للانديه، لما قلنا لهم يلا بقى عشان احنا كنا واخدين دوري ابطال افريقيا، قالوا والله ما معناش فلوس. استغفر الله العظيم يا رب. كرهتوني في احلى حاجه بحبها. انت يا ابني التوار مش قال لكم تراجعوا الدرس دي في البيت؟ مع ده اكبر نادي في مصر، اول نادي راح كاس عالم انديه، اكتر نادي بيكسب بطولات. الله وده من ايه لا مؤاخذه يعني؟ ايه اللي من ايه؟ يعني حساسيه يعني ولا زعل؟ يعني نمت مره زعلان سبحت لقيت نفسك برعي؟ لا. ولا سحليه عدت من على رقبتك وانت نايم؟ لا اله الا الله. اول فريق اهو بقولها والله ما اول فريق يصل لكأس العالم للأندية لكرة القدم كان الزمالك وانا كابتن الفرقة. يا ابن الايه. النهارده انا الصبح حد من زمايلنا كده اخواتنا صغيرين اتصل بيا وقال لي انت في اخر قرار من الكاف او الفيفا ان في كاس العالم للانديه هيكون الزمالك والترجي والوداد. احنا اصلا كنا 3 اخوات. 3 اخوات. 2 في مصر و2 في ليبيا وانا الثالث. 2 في مصر و2 في ليبيا وانت الثالث. انت شايف نادي الزمالك ايه؟ قلت له انت بتتكلم في واقع، يعني بتتكلم في حاجه طبيعيه. نادي الزمالك مين اللي هياخد؟ نادي الزمالك هو اللي واخد الكونفدراليه وهو واخد السوبر الافريقي. طب يعني في ايه اكتر من كده بطوله هتاخدها عشان يبقى نادي الزمالك الشريك الاول في كاس العالم للانديه؟ ابويا بقى كان دايما يتخانق مع امي عشان ما كانتش بتخلف. قلت حلل لها. تحلل لامك. تفتكر اللي هيبتلى من مين؟ من مين؟ منك انت.
شوف الكلام. هم هياخدوا الترجي والوداد على هم طرفي نهائي البطوله الاخيره، ابطال الدوري، البطوله الاخيره والكونفدراليه الزمالك. بجانب ان الزمالك كمان عمل الانجاز الاكثر ان هو خد السوبر الافريقي. صحيح. يعني هو واخد بطولتين في المنظومه دي اللي هي الثلاث انديه، الزمالك رقم واحد ان هو حقق البطولتين. صحيح. بطل الافريقي والبطل اللي هو السوبر. الواد ابن اختي جاب 32% في الثانويه العامه، عايزين ندخله كليه الطب، بس هو في حاجه صغيره، هو ادبي، هو صنايع كمان يا باشا عشان تبقى عارف يعني، وهو سائق كمان بصراحه، بس ما شاء الله الواد ده ذهبج مش ذهبجه يعني. تعالوا احكي لكم قصة كأس العالم للأندية، ويمكن تكون أول مرة تسمعوها بالتفصيل. كأس العالم للأندية هي فكرة قديمة. كأس العالم للأندية دي كان زمان اسمها الانتركونتيننتال، كانت بين أندية أوروبا أو بين أندية أمريكا الجنوبية وأوروبا لحد سنة 2000. هي دي أول بطولة جمعت كل القارات. سنة كام يا عم؟ سنة 2000. وبعد كده البطولة وقفت أو اتلغت من 2001 ل 2004 ولعبوا بعد كده 2005. يعني كان في بطولة 2001 و2005 وبين 2001 و2005 مفيش. الحكاية كلها بسيطة جدا، محتاج ان واحد يعرف يقرأ ويكتب، واحد زملكاوي بس يشغل دماغه ويفتح جوجل ويتأكد من الكلام ده. لو أي حد فتح وقرأ هيلاقي ان كأس العالم للأندية بدأت سنة 2000 ولم تقام من 2001 ل 2004. كلمة ورد غطاها. البطولة اللي أقيمت سنة 2000 كأس العالم للأندية مثل إفريقيا فيها الرجاء المغربي. طب اي حد هيلاقي ده كاتب الكلام الوسخ ده اقول له ايه؟ لا انا عايز اسالكم انا اقول له ايه؟ طب اقول لك حاجه، الاهلي واخد دوري ابطال سنه 2001. يعني لو اصلا كان في كاس عالم الانديه خلال ال4 سنين دول كان النادي الاهلي سبق الزمالك، وقلنا احنا كمان ان احنا اول نادي يوصل لكاس العالم للانديه. يا ابن اللعيبه يا فاجر. بس انا علشان اكون امين معاكم واعلم الزملكاويه واعرف الاهلاويه ايه علاقه نادي الزمالك بكاس العالم للانديه، فعلا كان في بطوله ستقام ولكن من 12 فريق، وليس لها علاقه في الشكل والمضمون والتنظيم بين كاس العالم للانديه اللي فات ولا حتى اللي هيبدا سنه 2025. نادي الزمالك كان بطل كاس الكؤوس سنه 2000، كاس الكؤوس مش دوري الابطال. كانوا بيفكروا يعملوا بطوله بين ابطال دوري الابطال وكاس الكؤوس في القارات كلها، يعني ملهاش علاقه تماما بكاس العالم دلوقتي، والفكره دي اتلغت اصلا وما اتعملتش. يعني وصل الحال ان الزمالك هو اول نادي يحتفل بفكر. انا هجوزك هنومه، هعمل لك فرح كبير قوي، فرحك يا ناوي، فرحك وعريس. لا دخل ايديك جوه الكمام، ايوه دخل ايديك جوه الكمام، ايوه اهو كده كويس. الكم التاني، ايوه قوم 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 يا عريس، يا ناوي يا ابني يا عريس. وعلشان اقربها لك اكتر، مش في كاس العالم للانديه سنه 2025 فكره جديده، 32 نادي بشكل مختلف، عدد مختلف، طريقه مختلفه. تخيل النهارده الاهلي وصل كاس العالم سنه 2025، فجاه الفيفا لغت الفكره ورجعت كاس العالم للانديه زي ما كان، وبطل افريقيا السنه الجايه ما كانش النادي الاهلي. مين اللي هيلعب كاس العالم 2025 لو رجعنا للنسخه القديمه؟ هل الاهلي ولا الفريق اللي خد البطوله سنه 2025؟ اكيد الفريق اللي خد البطوله، واكيد احنا كاهلاويه عندنا مخ، ولا عمرنا هنقول احنا اول نادي وصل لكاس العالم 2025 اللي هو اصلا ما اتعملش، واللي هو اصلا احنا ما دخلناش فيه ولا لمسنا كوره. انت بتعايرنا خميس ولا ايه؟ انا بفكرك بس. وطبعا كلنا ما ننساش نادي الزمالك هو الاكثر انسحابا في العالم. نادي الزمالك بينسحب على نفسه، وهو النادي الوحيد في العالم اللي بينسحب لاسباب غير كرويه وغير رياضيه. الزمالك ممكن ينسحب لان الاتوبيس بتاعه عطل. فين ايام التوتر الوسطي الجميل؟ ايام لما كان اكبر همنا اننا مش لاقيين اتوبيس الزمالك. دلوقتي النادي الزمالك، فريق الزمالك اين هو؟ بنبحث عن نادي الزمالك بالفريق بتاعه. أسعار خيالية، واللي يلاقي فريق الزمالك يرن عليا. والزمالك برضه ممكن ينسحب لأن كهربا حطه صح. عاجل لاعبو الزمالك يلتقطون الصور الرسمية الخاصة بمباراة السوبر المصري أمام الأهلي. وادي لعيبة الزمالك آخر شياجة وألاجة ولابسين البدل والتيشيرتات والشكل الشيك والبدلة الغامقة، والناس بتجهز لمباراة السوبر. طب هو في مباراة سوبر ولا فيش مباراة سوبر؟ مفاجأة من العيار الثقيل جاءت بعد أن أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول من منصبه عن قرار بانسحاب القلعة البيضاء من كأس السوبر. انت متخيل حد هيقبله يلعب قدامه؟ ياما ما تقطمنيش بقى. المهم البنت قفشتك في وضع مخلل بالاداب ولا عادي؟ كنت نايم على الكنبه. يعني مخلل. هو بعد ما هو اللي عمله، انت متخيل ولادنا وجمهورنا مجلس ادارتنا يبقى رايح نفسيا
شوفوا لنا بقى بكره واحده تتبسبط المدام كوكا عشان جوزها بيتقمص. يا استاذ يا استاذ انا ممكن البس حضرتك عادي. وطبعا كلنا ما ننساش ان نادي الزمالك هو الاغرب في العالم بعلاقته بالسحر، وازاي العالم كله بيسحر له علشان يخسره. يا بتاع البخور والاعمال يا سفلي. وقعدنا معاه مع مرتضى منصور في بيته وطلب منا طلب انا عمري ما شفته ولا سمعت عنه في كرة القدم. ايه الطلب ده؟ من فضلك يا كابتن ميدو ما تلعبش باسم مرسي وكهربا الماتش الجاي عشان معمول لهم عمل وهيتفك الاسبوع اللي جاي. ده الكفر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. بقتش رياضه، اللي يلحق يجيب ساحر اقوى من الثاني هو اللي بيكسب. اذا سمحتوا لي باقتراح يا اخوانا، ايه رايكم لو الاستاذ حسن يعمل لنا شويه احجبه ظريفه يحطوها اللعيبه تحت بطاطهم كده في الماتش زي اخواننا بتوع افريقيا؟ يعني لازم تحت بطاطهم؟ لا مش شرط، كل واحد في المكان اللي يرتاح له. لكن مرتضى منصور رئيس النادي المعزول دائما يفاجئ الجمهور بتبرير الهزائم. هذه المرة حدد شخصا اتهمه بسحر العارضة اللي فطحانة في المنطقة والمحطات الفضائية. إذن السبب في هزيمة الزمالك في رأي مرتضى منصور هو العفريت الذي كان يقف عند العارضة. هنا وظف الساحر العفريت عند العارضة اليمين. التربندوخ التربندوخ كنا شباب وبقينا شيوخ. التربندوخ التربندوخ كنا شباب وبقينا شيوخ. روح يا شكشوخ وتعال شمروخ. وأن المدعو رجب بحة من مدينة الفيوم هو الذي جند العفريت للقيام بالمهمة. واضح ان الناس دي كلها قبل ما تدخل نادي الزمالك بيعملوا لها كشف هيئة، لان كلهم نفس الاسطمبة ونفس الآلة. وينتج في النهاية هذا الكائن الأطرش اللي هو كل واحد يقول لك ايه انت بتقول ايه، انت مين؟ بالشكل الحالات الغريبة دي، الناس الراجل المتهول المبرشم. وشكرا ليكم اعزائي مشاهدي قناة المايسترو، والى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات المايسترو. ما تنسونيش باللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.